اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل مع بعض جناش الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة السهل الاقتصادي البسيط اللي في متناول الجميع. بس طبعا أهم حاجة من إيديكم الحلوة ديت لايك كتير 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 للفيديو وسبسكرايب عشان نكبر بيكم ومعاكم أحلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ الرضا. ان شاء الله يا حبايب قلبي صوص الشوكولاته ده هقولك على كل مميزاته وهقولك ازاي تحفظيه وهقولك ايه اللي تستبدليه بايه. بس طبعا اهم حاجه كده ان احنا نمشي على الخطوات والمكونات بتاعتنا وهيطلع معاكي جميل. بتستعمليه اول حاجه في ايه؟ بستعمله في الجاتو، بستعمله في التورته، بستعمله في الكيك اللي هو كيك الشوكولاته اللي هو اساسا بحب احط على وشه كده صوص كده من الشوكليت يديله طعم او يعزز الطعم بتاعه. طيب احنا كده زي الفل معانا. تعالوا بقى ندخل كده ونشوف ام احمد هتقول لنا ايه. اول حاجه هنقولها مع بعض يا حبايبي المقادير زي ما انتم شايفين. معايا كوبايه من الزيت، معايا كوبايه من اللبن، معايا كوبايه من السكر، معايا نص كوبايه كاكاو خام، وطبعا معايا كيس من الفانيليا. اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا دي من الاساسي بتاعها ان هي وصفه الخلاط. ما ينفعش خالص من غير خلاط، ما ينفعش تقولي لي كبه، لا الخلاط حاجه اساسيه فيها. كده زي الفل زي الفل. تاني حاجة بقى المكونات، لازم الثلاث كوبايات يكونوا بنفس المقدار. يعني كوباية اللبن مقدار كوباية الزيت مقدار هي كوباية واحدة بنفس الحجم. تمام تمام. هنبدأ دلوقتي زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي نحط كوباية السكر وكوباية اللبن ونص كوباية الكاكاو الخام مع بعض، وهنضربهم ضرب بقى مبرح كده في الخلاط لحد بقى ايه ما نسمع صوتهم ونشوف شكلهم هيبقى ازاي. طيب الزيت هركنه دلوقتي خالص مش هحطه اطلاقا لحد ما اضرب المكونات بتاعتي دي مع بعضها. طبعا انا شايله الصوت من على الفيديو لان صوت الخلاط هيبقى طبعا هيصدعكم، يعني قلت كفايه انا اصدع لوحدي. طبعا يا حبايب قلبي ممكن تستبدلي كوبايه اللبن بكوبايه ميه، مفيش اي مشكله خالص. طب ينفع؟ طب انت ما حطيتيش ميه ليه؟ انا ما حطيتش ميه عشان بزود القيمه الغذائيه بس مش اكتر، انما هيديكي نفس القوام هيديكي نفس النتيجه. بس هو اللبن عشان ان انت تزودي القيمه الغذائيه مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي الصوص طالع ما شاء الله زي الفل، بس خفيف جدا ما اقدرش اسيبه كده. فطبعا هبدأ، انا حبيت ان انا اوريه لكم بس لما اتضرب مع بعض وكمان عطي شكل حلو ولمعة جميلة. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده حشت الغطا اللي هو جوه الغطا بتاع الخلاط زي ما انتم شايفين، وهبدأ اول حاجة هنزل بيها كيس الفانيليا. لو عندك فانيليا برضو سايلة ممكن تحطي معلقة عادي مفيش مشكلة. وهبدأ بقى اشغل الخلاط وابدأ انزل بالزيت بتاعي شوية شوية كده. انا مش عايزة انزل مرة واحدة، لا انا عايزة انزل بالزيت شوية شوية كده. بيبدأ وانتي اصلا شغالة الصوت بيختلف معاكي، بتحسي ان صوت الخلاط اختلف، في نفس الوقت بتنزليه بالراحة كده هتسمعي وهتشوفي اللمعة والجمال بتاعه. طبعا ده حاجة سهلة وبسيطة جدا لو بتعملي اي حلويات ما عندكش شوكولات في البيت فمستعجلة، حاجة سهلة وبسيطة بتعملي منه كمية وصدقيني نفس الطعم. عايزة تعززي الطعم اكتر لو عندك حلويات بتعمليها فبتحطي بس ايه عليهم اي شوكولات شارية من بره كده حاجة ب10 جنيه ولا حاجة بتحطيه معاهم. بتدي بقى طعم ايه لو عايزة تعززي الطعم. مفيش خلاص هو كده زي الفل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله القوام تقل معايا وبقى تمام. حاجة بقى واحدة اللي هحطها معايا ربع كوباية من المية، هي دي اللي هنزلها. بس تعمل ايه ربع كوباية المية؟ بتديني بتزود اللمعة بتاعتي وبتخلي الشوكليت بتاعي فاتح مش غامق، يعني بتفتح لون الشوكليت بتاعي ما بتخليهوش ان هو ايه غامق في اللون. فهي بجد بتبقى حلوة. ربع كوباية مية بس. وهبدا اقلبه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وبعد كده هبدا اضربه بقى طبعا في الخلاط. هنا بقى كان خلاط شايفين الجمال، والله بجد حاجه كده جميله جدا في البيت. وعلى فكره انا عملت بيه حاجه بس طبعا مش هقول لكم عليها لما انزله ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده. مش هتصدقوا ان هو دوت بالشوكليت اللي انا عاملاه ده لمعة وجميل. واوعى تقولي لي عليه ان هو خفيف، كمان لما تستني عليه في التلاجة وتسيبيه في التلاجة هيبدأ كمان القوام بتاعه يتقل. شايفين بقى حاجة كده ولا اروع من كده؟ تستاهل من ايدكم الحلوة لايكات لأم احمد وتقولوا لها تسلم ايدك يا ست الكل. تسلموا لي يا احلى متابعين في الدنيا.
بالنسبة بقى للحفاظ بتاعه، الشوكليت دوت يقعد معاكي بالظبط يعني اسبوع في التلاجة، مش هيقعد اكتر من كده. ليه بقى؟ علشان ده عليه لبن، انما لو انتي عاملاه بالمية يقعد معاكي شهر، مفيش اي مشكلة، مش هيبوظ، مش هيجراله اي حاجة. تسلمولي وما تحرمش من ايديكم.